اولا خصنا نعرفوا كيفاش ولات عندنا هاد الطبقه المعربه. الجواب واضح، ديجا هضرنا عليه، هو نتاج ديال دخول الاسلام للمغرب وتقديس العربيه. كانوا الناس اللي عندهم نسب شريف تيكون عندهم امتيازات كثيره وكيتشافوا على انهم عندهم شان كبير. داكشي علاش بزاف ديال الناس تيزوروا شجرات النسب الشريف ديالهم. مع الوقت بزاف الناس تيديروا لنا في الشي حتى ولات عندنا شريحه كبيره معربه بالكامل، بحال مثلا جباله في الشمال، واللي هضر عليهم الفرنسي اوغوست ميليراس في الكتاب ديالو المغرب المجهول، واللي تصدر سنه 1899، واللي قال فيه: في مستقبل ربما قريب ستتبنى بشكل لا رجعة فيه قبائل الجبال المجاورة للريف التي تعرب نصفها منذ مدة لغة الرسول، وسترفض حتى مجرد الحديث عن أصولها الأمازيغية، وسيثبت لها نسابون ماهرون وبشكل واضح لا يقبل الجدال بأنها تنحدر من فاتح مشهور من الحجاز أو العراق. ولا شك أن هؤلاء المستعربين الجدد سيعملون بدورهم على تأريب الريف وإقناع أبنائه بحقارة لغتهم وعاداتهم وأجدادهم. هذا التأريب يمارس فعله بعمق وبطء كما يفعل النمل الأبيض، لكنه يحقق الهدف باستمراريته وسيره إلى الأمام بشكل لا يقاوم. لنفترض الآن إلحاق المغرب بإحدى القوى الأوروبية، آنذاك سينطلق تأريب جميع الأمازيغ بخطى عملاقة، وستكون الدولة المحتلة هي أول من سيشجع على هذا التحول، كما فعلنا نحن أنفسنا في الجزائر، وفي جهل تام منا لإنتوغرافيا وتاريخ الدول الأمازيغية. من هنا كنعرفوا أن التعريب في الأول ما كانش بشكل قسري ومفروض على الناس، ولكن كانت واحد الشريحة مهمة تعربت بشكل طوعي لعدة أسباب منها اللي ذكرناها في الأول. نرجعوا للقرن العشرين واللي عرف أهم فترة في التعريب. علال الفاسي وغيرهم اللي كيتسموا بالطبقة المثقفة واللي كانت عندهم سلطة في ذاك الوقت هما أول وحدين غيبداو بهذه الحملة تحت غطاء محاربة الفرنسا واللغات الداخلة على المغاربة، وتيقولوا أن هذه الحملة ضد في الفرنسيين، شي بطبيعة الحال اللي نفهموا لي راس في الكتاب ديالو، بمعنى أن الفرنسيين داعمين للتعريب وتيخدموا مصلحتهم. أول حاجة بداو بها هاد الوطنيين هي محاربة ما يسمى بالظاهر البربري، واللي بطبيعة الحال هذا الاسم ما كانش عنده وجود وهو من اختراعهم. التسمية الحقيقية ديالو هي ظاهر 16 ماي 1930 المنظم للقضاء في القبائل ذات العرف الأمازيغي والتي لا تتوفر على محاكم شرعية. اللي كان معروف في ذاك الوقت هو أن خارج المدن الكبار كانت المحاكم العرفية منتشرة بشكل كبير ولعدة قرون، وحتى الفقهاء ما حرموهاش، وكانت هي الوسيلة باش الناس يحلوا المشاكل ديالهم. فرنسا بغات تنظم هذه المحاكم في إطار منظم، ولكن رواد الحركة الوطنية عطاو هذا الاسم المتعارف عليه وروجوا لواحد البروباغندا في الإعلام وفي الجوامع على أساس أن هذا الظاهر الهدف منه هو التفرقة ما بين المغاربة وتنصير الأمازيغ وتفتيت المجتمع المسلم، الشيء اللي بطبيعة الحال كذوب، والعكس هو اللي صحيح، حيث هذا الظاهر تيرد الاعتبار للمحاكم الأمازيغية وتنظمها. وفي أواخر الخمسينات وبداية الستينات محمد غالي الفاسي ويوسف بن العباس واللي كانوا في وزارة التربية الوطنية غادي يبداو بتعريب المواد الأدبية بعد ما ترفض مشروع التعريب ديال المواد العلمية في سنة 62، واللي من موراها غيتأسس معهد التعريب اللي المدير ديالو هو الخضر غزال، واللي نظم أول مؤتمر دولي حول التعريب في سنة 1960. في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات غتزيد حملة التعريب تجهد أكثر، خصوصا بتعريب السلك الإعدادي والثانوي واستقطاب أساتذة من مصر وفلسطين وسوريا والعراق، في الوقت اللي ولاد هاد الوزراء والطبقة المثقفة كانوا في البعثات اللي كتمشي تقرا فرنسا. ما نساوش ان هذه الفتره اللي بدات فيها هذه الحمله بهذا الشكل كانت القوميه العربيه في الاوج ديالها في المشرق. القوميه العربيه في المشرق عاونت بزاف المستعربين في المغرب باش يرسخوا الافكار ديالهم، وخصوصا انهم كانوا في مصدر القرار ديك الساعه، وكان بامكانهم يديروا اللي بغاو، وبنشر هذه الافكار فحتى هما تيوليو في الخندق ديال جمال عبد الناصر والاسد وغيرهم من الحكام العرب الدائمين لنشر القوميه العربيه. التعريب ما اقتصرش غير على الإدارة والتعليم، ولكن كان من الضروري التأثير في عقلية الناس بشكل غير مباشر، وهذا الشيء غيكون بنشر البروباغندا وهضرة بين الناس كتقلل من شأن الناطقين بالأمازيغية وتحقيرهم، الشيء اللي غيخلي أغلبهم ينفر منها باش ما يحسش بالعنصرية. وبعض من هذه البروباغندا مازال كتعاود ليومنا هذا، بحال السوسيس قرام وتيموت على الريال، الريفي مجرم وغدار، الزياني زهواني مشغولش في الدين، الشرقي مكلخ دغيا ديرها به، وغيرها من الهضره اللي كتنفر الواحد من هويته وشخصيته، في الوقت اللي العربي او المستعرب هو شخص نقي حضاري ولد المدينه وعنده قيمه. وبلا ما نهضروا على القمع اللي كان بحال منع الاسماء الامازيغيه ولا الهضره بها في الادارات والمدارس وتغييبها بشكل تام من الاعلام. في الاخير ما نساوش ان التعريب اللي وقع بهذا الشكل كان بمساعده المغاربه كاملين واللي كانوا تيقدسوا العربيه تقديس كبير بحكم انها لغه الاسلام ولغه الرسول،
داكشي علاش كان سهل بزاف انهم يتقربوا سواء مساعدة الحركة الوطنية ولا بلاش. نفس التقديس كان بشكل اقل عند بزاف ديال الشعوب بحال الفرس والاتراك اللي تداركوا كل موقف وما تخلاوش على لغتهم وهوياتهم الاصليه، وخلاو العربيه في مكانها الطبيعي اللي هو الدين. وشعوب اخرى طاحت في نفس الفخ اللي طحنا فيه وتمحات هويتهم تقريبا بحال مصر والشام، واللي صوت الهويه الاصليه ديالهم واخا كاين ولكن ما مسموعش.